السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا. جايلكم النهاردة بقى بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. فيديو خفيف ولطيف وظريف كده. هنعمل كيك بالشوكولاتة حلوة قوي واقتصادي جدا جدا. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تمام، يلا بقى نسمي الله كده ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبتدي نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده هناخد هنا كوبايتين دقيق بس الدقيق ده طبعا انا نخلاه، او يعني منخول وجاهز. لو هو مش منخول عندك انخلي الدقيق. تمام. طبعا هي طريقة اقتصادية جدا وهتعجبكم قوي ومش عايزاكم تستصعبوها، وناجحة يعني طريقة ناجحة جدا ان شاء الله. تمام، انا خدت هنا كوبايتين دقيق وهاخد نص برضو الكاكاو ده منخول. تمام، الكاكاو ده منخول بس برضو هعيد نخله كده. لو في اي كتل او اي حاجه بالمصفى عادي اللي هي بتاعت اليانسون والحاجات دي يعني. ماشي، بصوا هجيب مصفى كده واحط فيها نص كوبايه كاكاو وهبتدي ان انا انخله. هو نضيف وكل حاجه وانا عارفه، بس هو عشان لو في اي كتل او كده طبعا الكيك بيبقى بيطلع هابط بسبب الحاجات البسيطه دي. بس كده يبقى انا خدت هنا ايه الحاجات يعني الجافه، المكونات الجافه. خدت كوبايتين دقيق، نص كوبايه كاكاو، وخدت كيس كيك شيف. بلاش بيكنج باودر لان الكيك شيف فيه محسن وهيطلعها انجح معاكي يعني ومضمونه. وكمان خدت رشه ملح. بس كده وهقلبها. يبقى دي المواد الجافه. يبقى انا حطيت هنا 4 مكونات. ايه هما؟ حطيت كوبايتين دقيق ونص كوبايه كاكاو والكيك شيف والملح. خلاص، هاجي بقى في الخلاط. يعتبر كل حاجة هتتحط في الخلاط. ماشي. فايه اللي هيتحط في الخلاط؟ مبدئيا كده كوباية زبادي او علبة زبادي. تمام، وهاخد قدها لبن. ممكن اخد الكوباية كاملة لبن، ولكن الزبادي هتديني قوام انعم للكيك. ممكن تبدليها بكوباية لبن وعليها معلقة خل تسيبها لما تفصل كده كأنها قطعة. تمام. وهاخد هنا كمان 4 بيضات، وهاخد كوباية الا ربع زيت، وهاخد كمان بيض يعني فانيليا، فهاخد باكوين فانيليا. تمام، يبقى انا كده حطيت اللبن والزبادي والفانيليا والزيت، وهاخد كمان كوباية ونص سكر. مش هاخد كتير يعني، اكتر من كده لو انت عايزة اقل من كده براحتك بس. وهاخد كمان نص كوباية مية. ونسيت كمان الخل، هحط معلقة خل. ضربتهم كويس في الخلاط وهخلطهم بقى على المكونات الجافة دي. بصوا مفيش اسهل ولا ابسط من كده. انتوا متصورين؟ سهلة جدا وحاجتها كلها موجودة في البيت. وممكن كمان تحذفي الزبادي وتحطي بدلها لبن. مش عايزة لبن شيليه خالص، حطي مية براحتك خالص يعني. عادي، مفيش حاجة في المطبخ بتقف في وشنا يعني. بس عايزة اقولك المكونات حلوة قوي قوي، وكانت طالعة طرية كده وحلوة بجد. خلاص كده بصوا، مفيش ابسط من كده طبعا. ضربتها كويس كده. ولو عندك مضرب كهربائي، طبعا عندي بس كسلت انزله، فده هيبقى احسن لك بكتير. خلاص، انا معايا هنا بايركس كده مدهون برضو سمنه متبطن. انا ما بطنتهوش. بس في حاجه عايزه اقولك عليها ملحوظه، ان البايركس ما بياخدش سوا جامد. يعني انا سبتها في الفرن السوا الطبيعي بتاعها فلقيتها نشفت معايا شويه. لكن هي اصلا ما ينفعش تتساب كتير زي مثلا التيفال او السيراميك او الكده او الحاجات دي يعني، او الجرانيت والالومنيوم برضو. بس كده بصوا، هي اصلا خليطها حلوة قوي. شايفين القوام ده؟ احنا مش عايزين اكتر منه. هندخلها بقى الفرن. متنسوش تعملوا لها لايك بقى. هندخلها بقى الفرن وهنعمل صوص الشوكولاته اللي من فوق اقتصادي جدا برضو. اول حاجه هنستعمل كوبايه لبن، ومعاها كمان معلقه نشا او معلقتين يعني. استنى اقول لكم قد ايه. معلقه كبيره. معلقه كبيره نشا. وهحط كمان 4 معالق سكر. كل ده على كوبايه اللبن. وهاخد كمان معلقه دقيق. معلقتين دقيق. سوري، معلقتين كبار دقيق ومعلقه نشا كبيره. يعني 2 دقيق وواحده نشا. وهناخد كمان معلقتين كاكاو او 3 كده يعني. 3 معالق. يبقى 3 دقيق و3 كاكاو ومعلقه نشا و4 معالق سكر. طبعا هي عزت معايا نص كوبايه ميه كمان لانها كانت جامده شويه.
ومعايا هنا كمان علبة قشطة دوبتها بنص كوباية لبن. علبة قشطة دوبتها بنص كوباية لبن. ولو انت عندك القشطة اللي هي بتاعت اللي بتشيلها من على وش اللبن يبقى حلو قوي. طبعا الصوص ده بالقشطة بيطلع حاجة تانية، ممكن تحذفيها برضو، بس هي بتطلعها بنتيجة كويسة قوي بصراحة. بس كده هقلبه كويس بقى، وهبتدي ان انا ارفعه على النار، كل ده على البارد عشان مفيش حاجة تكلكع على النار. بعد كده هرفعها على النار وهفضل اقلب فيها لحد ما ايه تديني بقى السمك اللي انا عايزاه. بصوا هنا كان الكيك طلع كده. همسكه بقى ان انا بالخلة دي او الستيك ده، هخرمها كده علشان هسقيها دلوقتي عشان تطلع كمان معايا طرية من جوه. بصوا هي طرية قوي قوي وحلوة قوي وماسكة نفسها قوي. ومعايا كمان هنا كوباية لبن هحطها كده من على الوش، هي تشربها على طول علشان سخنة. عايزة اقول لكم سر طراوة الكيك ده في كوباية اللبن دي بصراحة. بس كده. عايزه اقول لكم بجد كانت طعمها حلو قوي، وزي ما انتوا شايفين كده ما تعبتنيش خالص. بصوا الصوص هنا خالص، بصوا عامل ازاي. بس للاسف انا نسيت هنا احط له معلقه زبده او سمنه، المفروض ان احنا في الاخر نحط معلقه زبده او سمنه علشان تديها لمعان كده وقوام اتقل شويه، بس للاسف انا نسيتها خالص، فما تبقيش تنسيها بقى. بصوا بقى الصوص عامل ازاي، تحفه 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 لعشاق الشوكولاته بقى. وعايزه اقول لكم هيديكوا نفس نتيجه بره واحسن كمان. بصوا شكلها حلو قوي، والصوص المفروض يبقى كمان اكتر من كده. انا اللي عملت الكميه دي، لو انت عايزه اكتر براحتك جدا. بصوا بقى فكره التزيين دي ترجع لكم انتوا، فكره التزيين ترجع لكم انتوا. بس قبل ما نزين بقى كده، قولي ايه رايكم في طريقه الكيك، يعني هستنى منكم في الكومنتات تحت رايكم، وكمان كومنتاتكم دي بتساعدني جدا. بصوا بقى انا هنا ممكن تحطي بدل الكاكاو اللي انا رشيته ده، ممكن تحطي شوكولاته مبشوره، يعني ممكن تحطي وممكن تحطي كاكاو برضو زي ما انا حاطه كده، ممكن تحطي نسكويك، فبراحتك. فكرة التزيين دي ترجع لك انتي. والجزء التاني برضو هحط فيه فورماسيل شوكليت، هي كلها شوكولاته في شوكولاته بقى. عايزه اقول لكم الشكل النهائي بجد حلو قوي وهيعجبكم. بصوا انا هشيل بقى اصلا، هي مش مستاهله، هي اصلا محدده نفسها. طبعا هي مش بتتقطع كده، لازم تتحط في التلاجة شويه، فانا هحطها في التلاجة شويه وهرجع اقطعها معاكم. بصوا شكلها تحفة تحفة تحفة، تنفع في مناسبات وتنفع كمان في البيت عادي كده، وتنفع لو عندك عزومة. شكلها حلو قوي وشيك ومشرفة بصراحة. وطبعا لو انتي مش عايزة تحطي اي حاجة فوق الصوص الشوكولاتة ده من فوق، عادي مش لازم تحطي اي حاجة. لو انتي متاح عندك فورماسيل بس ممكن تحطيه على الوش، مش عايزة خالص عايزة تحطي كاكاو بس برضو دي حاجة ترجعلك انتي. بصوا انا حطيتها في التلاجة شوية كده، وهبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم دلوقتي. انا كنت عايزه اجيبها لكم من كل الجهات صراحه عشان تشوفوها، شكلها حلو قوي. بصوا حاول بقى ان انا اقطع كده يعني مربع كامل كده عشان اوريكم شكلها. بصوا حلوة قوي بجد، انا عجبتني. وزي ما قلت لكم مش مكلفة، وكل مكوناتها موجودة في البيت، واي حد يعملها من غير مضرب، كل حاجتها في الخلاط ومن غير خوف خالص. يعني حلوة بجد، مفيش حد يقلق منها، واي حد لسه بيتعلم يعملها نتيجتها روعة، حتى لو من غير الصوص ده كيك بس كده ينفع للفطار جنب شاي او اي حاجة. بصوا بقى شكلها. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو عجبتك الطريقة دي ما تنسيش تعملي لايك وقولي رأيك فيها، واعملوها ان شاء الله مش هتندموا. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون الكيك عجبكم، يا رب تكون الوصفة سهلة يعني سهلة كده وعجبتكم، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.